والموضوع من يومين وثلاثة انثار هذا موضوع الفيلم اللي هو حياة الماعز كصورة شعرية أو كمنطق الشعر، يجسد كل أنواع المواضيع اللي تعيشها الإنسانية، اللي تعيشها المجتمعات مهما كانت، مهما الطابع اللي كان. نقدر أنه نجسد أي موضوع، أي صورة، أي شيء نقدر ننقل على طابع الكلمات الشعرية. لكن خليني أطلع عن طور الشعر وأطلع لك عن طور المألوف أو طريقة الحوار، لكن راح أتكلم من الواقع، من صلب الواقع وقصة أنا عايشها. أكو رجل اسمه أحمد عبد الله الغروي. هذا الرجل الآن اشتغلت وياه ولا يزال أنا موجود معه. هذا الرجل عكس صورة حياة الماعز بطريقة ثانية، كيف نسميها الوجه والوجه الآخر. يعني كقصة بسيطة، أول ما تعرفت عليه أنا كنت في بداية مرض معين وهالتفاصيل هذه. رجل مجرد أنه كنا نتحدث عن مواضيع العمل، كيف ننسق العمل، كيف يكون العمل، بعدنا حتى ما بادين، ما موقعين لا عقد لا شيء وبدون أي عقود. الرجل كان بحر من العطاء، بحر من المحبة، بحر من الإنسانية، بحر من الود، الاحترام والتقدير. رجل أعمال يعني، لا بحالي ولا بحال غيري، وابن ناس واصلين بمنصبهم بالدنيا كاسم، كسمعة، كعائلة. فكان يعكس صورة كل رجل سعودي، كان يعكس طبيعة بلده، طبيعة الشهامة والكرامة. هذا الرجل عبد الله الغروي يمكن لو أموت ما راح أنساه نهائيا، لا يزال عطاء كبير معايا مع غيري. فإحنا ما نعكس صورة فيلم ممكن المخرج يعني بالغ. يعني أنا كرجل شاعر عندي رؤية إخراجية ممكن في ذهني، عندي رؤية بصياغة المشهد عن طريق كلمات، أو عندي رؤية للمشاهدة بمبالغة كبيرة، والغاية منها استهداف هذا البلد. يعني اللهم ربي يحفظ السعودية وشعبها، شعب طيب، شعب كريم، وغير الكثير مثل هالرجل هذا عبد الله الغروي. الله يحفظ أبو أحمد، أوجه له التحية والحب والاحترام. كان مثل ما قلت لك يعكس نظرة الرجل السعودي والشعب السعودي قاطبة. وناهيك عن هذا الموضوع، يعني ممكن أنه راح أقرب لك صورة. أدخل على السناب شات، أكو شخص شاب راقي، شاب مهذب، شاب خلوق، اسمه أبو ريان. عنده جروب وعنده يقدم محتوى جميل، محتواهم مزح، محتواهم رقي، أخلاق، بأدب. كذلك يعكس صورة الشاب السعودي والكفيل السعودي. ليش أقول لك الكفيل السعودي؟ عنده مجموعة عمال وموظفين من بنغلاديش. عنده شخص اسمه وليد باشا من مصر، أوجه لهم تحية. أنا من متابع لهم، يعني والله لا أعرفهم ولا يعرفوني ولا نهائيا، ما بيني وبينهم أي صلة، أي مسج، والله ربي شاهد أنه. لكن اتفرج على هذا الشخص، اتفرج على هذا الشاب، راح تلقي بيه الطابع الإنساني والمحبة والعطاء. حتى من يسافرون لأي بلد أكو شيء يقدموه للناس اللي تصادفهم. عنده موظفينه، تشوف التعامل مع البنغلاديش أو مع المصري، مع الشخص الفلاني أو من أي جنسية اللي كانت، بالهلا والمرحبة والمزح والضحكة، والله كأنهم أخوة. وتشوف المودة اللي بيناتهم. يعني هو رجل أعمال، الله يوفقه، وشاب طموح. فأنا أوجه له التحية، وأوجه التحية إلى كل شاب سعودي وإلى شعب السعودية الطيبين. وما أنسى هذا الرجل أنا عبد الله الغروي، مثل ما قلت لك عنده موظفين تعرفت عليهم من خلال العمل. يعني أنا صار لي 3 سنوات ويا هالرجل هذا وأكثر. عنده موظفين من مصر، عنده موظفين من أشكال الدول، وإحنا يعني موجودين ويانا من كل الجنسيات. والله عطاء، والله بحر من العطاء. يعني أنا أعرف موظف صار لما يقارب 24 سنة 25 سنة وياه. الألفة والمودة اللي بيناتهم. كذلك أبو أياد وجه له التحية، المدير الحسابات من أهل مصر الحبيبة، راقين. هذا الشخص عندنا أكو في الطابع جدا جميل به. بالعمل هو رجل حدي، رجل عملي. من نطلع من العمل
خطوة عن موقع العمل، أخوة أصدقاء، نقعد نتعشى مع بعض، مع أصغر عامل، والله العظيم أصغر عامل يأخذ على المطعم وياه، يأخذ بالسيارة، يكرم، يهدي. هذا كل ما بالأمر اللي عكس حياة الماعز، اللي عكس الشعب السعودي، اللي عكس موضوع الكفيل. فأتمنى أنه الناس تغير فكرتها عن هذا الموضوع استهداف، تقدر نسميه، خلينا نقول استهداف سياسي أو استهداف حكومي. في نظري، في منظوري أنه هو استهداف حكومي. فأوجه التحية إلى الشعب السعودي وإلى أهل المملكة، وربي يحميهم. ليش هذا الاستهداف؟ يمكن راح تسألني، أو هذا السؤال يراودك بداخلك. أنا أشوف هذا الاستهداف هو تقدم، ازدهار السعودية، قفزت إلى القمة ما شاء الله، عربيا عالميا. تشوف أنت ما شاء الله التعليم يمكن درجة أولى أو الممتازة، وليس بس الدرجة الأولى، لا والله فائقين. طب السياحة، ما خلوا شيء ما سووه لازدهار هذا البلد. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والله يعمر ديارهم ويحفظ كل أهل السعودية.